الجزائر أيضا كنا تحدثنا عن العراق، كان لها دور كبير جدا. كانت الجزائر ثاني دولة من حيث الدعم بعد العراق خلال حرب 73. شاركت على الجبهة المصرية بفيلقها المدرع الثامن للمشاة الميكانيكي بمشاركة 2115 جندي و812 صف ضابط و192 ضابطا جزائريا. أمدت الجزائر مصر ب 96 دبابة و32 آلية مجنزرة و12 مدفع ميدان و16 مدفع مضاد للطيران، وما يزيد عن 50 طائرة حديثة من طراز ميج 21 وميج 17 دي اللي انا اتعلقت فيها لانه مهمه جدا، وسخوي 7. ستحدثنا عن ذلك. الأهم من ذلك ديفيد أليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي الذي أقلته جولدا مائير بسبب القصور أو بتهمة القصور، يقول معترفا إن ما حدث لقواتنا في ميدان الأدبية كان نتيجة الميناء صحيح في ميناء الأدبية، كان نتيجة للاستهانة والاستهتار بعدد وعتاد الوحدات الجزائرية. لقد توقع شارون المغرور، هو الذي يقول رئيس الأركان، أن الجزائريين بأسلحتهم البدائية سيفرون بمجرد رؤية دباباته، لكنهم نصبوا له الفخ، فخسرنا في يوم واحد 900 شخص جندي وضابط من أفضل رجالنا، وفقدنا 172 دبابة. يبدو ما كان بيعرف شارون الجزائريين ونضالهم وقوتهم. أعزائي المشاهدين، كنت أود أن تعلق ربما سيادة اللواء، ولكن أنا اسمح لي بسؤال حول الجيوش العربية، لأنه قرأنا الكثير عنها ويجب أن ننصفها في هذه الحلقة لكي لا نقول فقط الجيش المصري والجيش السوري. مثلا المؤرخ والكاتب الإسرائيلي شفتاي تيبت، أمل أن أكون قد لفظت الاسم بشكل صحيح، الذي منع كتابه من النشر لربع قرن لأنه كشف عما يعتبره جبن أرييل شارون خصوصا في المعركة ضد الجيش الإسرائيلي في ميناء الأدبية المصرية. يقول: لم يكن في القرية سوى أطفال وعزل، وكان شارون يصرح: أريد أن ترتج السماء والأرض، وأريدكم أن تبيدوهم كالفئران، وأريدكم أن تقتلوا الأسرى وتنكلوا بالجثث. اندفعنا بقوة صوب الأدبية، تسبقنا قذائف دباباتنا، وما أن توغلنا في عمق المنطقة حتى وجدنا أنفسنا محاصرين من كل الجبهات. كانت دباباتنا تنفجر بمعدل 3 إلى 4 دبابات في الثانية، فظننت أننا سقطنا في حقل الألغام. كانت أصوات الله أكبر تأتينا من كل حدب وصوب، وقعنا في فخ الجيش الجزائري، شلت أيدينا وعقولنا، ولم نتمكن من إطلاق قذيفة واحدة. هذا دليل على مشاركة الجيوش العربية ومساندتها للجيشين. تونس أيضا شاركت، ليبيا شاركت، السعودية، الكويت، المملكة المغربية، السودان. مذكرات المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية آنذاك في حرب 73 تكشف عن تنسيق مهم مثلا مع السعودية. يقول: لقد سبق الإعداد للحرب عدد من الجلسات التي ضمت الرئيس السادات بالعاهل السعودي الملك فيصل للتباحث حول جدوى استخدام البترول كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية في حرب أكتوبر. الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يعترف بتأثير النفط على هذه الحرب، حتى كما يقول ولو جاء متأخرا. الجيوش العربية سيادة اللواء كان لها دور كبير فعلا. احنا بعد 67 مباشرة القوات الجوية تكاد تكون اتضربت أغلبها أو 90% منها، فكنا محتاجين طيارات على وجه السرعة. الجزائر أمدتنا ب2 لواء جزائري، طيارات جزائري، اللي احنا ضربنا بيها يوم 14 و15 يوليو 67 بعد حرب 67 ب 34 يوم. وفي اللحظه دي كان فريق مذكور ابو العز كان هو قائد القوات الجويه. انسحبت القوات الاسرائيليه حتى خط العريش، لكن ما كانش عندنا القوات البريه التي تملا هذا الفراغ في سيناء. فدي يعني لها ذكرى كبيره جدا. الجزائريين كانوا لينا زمايل معانا في الكليه الجويه المصريه، كانوا زمايلنا واحنا نعرف ناس منهم كتير. كان اللواء خالد نزار اللي كان اصبح فيما بعد وزير الدفاع هو قائد القوات هنا. ايوه فهو الراجل يعني كلهم كانوا زمايلنا واحنا عارفينهم كويسين، ومحمود قربوع وشعيب ورطش. يعني انا بذكر الاسماء اللي انا فاكرها. بقيتم على اتصال معهم بعد الحرب؟ وكانوا جم حتى في وقت حرب 67 كنا اتخرجنا، وكان بقى لنا فتره ما شفناش بعض، فكانت حاجه كبيره جدا. في 73 برضه شفنا ناس منهم كتير. انا اؤكد لك يا سياده اللواء، لو حصلت حرب غدا الجزائري لم يتغير، سيساند. ايوه طبعا، واكيد طبعًا. الكثير من الشعوب العربيه. انا قابلتهم حتى في امريكا. محمود قربوع انا قابلته في امريكا، كان هو رائد وانا عقيد، يعني هو رغم كان هو قبلي بدفعه، بس هم عندهم الترقيات مش زينا، فترقيات عنيفه شويه، يعني بيقعد فتره طويله في الرتبه. فقابلت محمود قربوع، انا كنت عقيد وهو رائد، لكن هو كان الدفعه اللي قبلي، واستعدنا ذكرياتنا وكنا مع بعض. فيعني لا، انا شفنا حاجات كثيره. الجزائريين ليهم
حاجات كتيره. السوريين كمان كانوا معانا في الكليه الجويه المصريه. الجيوش الاخرى دورها مثلا تونسي المغربي هو كان رمزي رمزي. انما اللي كان مؤثر قوي كان العراقي. لان طبعا الهوكر هانتر برضو بتاعتهم اشتركت معانا كقوات جويه، اشتركوا في الجبهه السوريه كتير صحيح. قوي. طب الكويت وبرضو الكويت كان لها دور قوي. لا معلش دور رمزي، يعني احنا بنسمن هذا ده كله، بنسمنه جدا. في أسباب النصر يقول الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل: كانت الجيوش العربية المقاتلة بشجاعة هي الخط الأول، كانت الجبهات العربية الداخلية هي الخط الثاني، كان دخول سلاح البترول إلى المعركة ولو متأخرا هو الخط الثالث، كانت الوقفة الحازمة للاتحاد السوفيتي هي الخط الرابع، وكان تأييد الرأي العام العالمي وتفهمه هو الخط الخامس.